ازيكم يا حبايبي؟ رمضان كريم علينا وعليكم وعلى كل أمة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. زي ما انتوا شايفين كده بقى النهاردة هنعمل مع بعض الجلاش باللحمة المفرومة بطريقة سهلة وبسيطة وبطعم أكيد طبعا بيجنن. احنا عارفين طبعا الجلاش لازم في رمضان وفي أي سفرة وفي غير رمضان كمان. أكلة سهلة ومفيش حد ما بيحبهاش. زي ما انتوا شايفين كده اللون بتاعه وكمان طري كده ومورق، حاجة كده من الآخر. يلا بقى نشوف عملناه ازاي ونقول بسم الله. ومعانا الحلة بتاعتنا بقى وعلى النار هنحط فيها قطعة زبدة كده حلوة، وطبعا علشان الزبدة بتاعتي ما تتحرقش هحط عليها كمان شوية زيت صغيرين. وهنعمل اللحمة المعصجة اللي هنحشي بيها الجلاش. ولحد ما الزبدة تسيح والزيت يبتدي يسخن أنا مجهزة 3 بصلات صغيرين فرماهم في الكبة، هنزل بالبصل بتاعي وهحمره. ونحمر البصل بتاعنا، وطبعا لان انا فرماه ناعم جدا والحله ستانلس فلازم ان هو يلزق شويه كده من تحت، ما نقلقش خالص ونحمر فيه لحد ما يدينا اللون الذهبي الفاتح. وزي ما انتوا شايفين بقى البصل اتحمر معايا، انا معايا كيلو من اللحمه المفرومه، طبعا لان انا هعمل صينيتين جلاش. طبعا اللحمه بتاعتي كانت في الفريزر فمتجمده شويه، هحاول ان انا بقى افكها وهنزل بيها على البصل. لو هتعملي صينيه جلاش واحده هتاخد منك نص كيلو لحمه مفرومه، ولو عندك اللحمه اقل كمان ممكن تزودي البصل وهتطلع حلوه معاكي. هحاول بقى بالراحه كده افكك اللحمه المفرومه بتاعتي وهحمرها مع البصل لحد ما كلها تديني لون واحد. وبعد ما اللحمة ابتدت تفك معايا هغطيها بقى واسيبها شوية لحد ما كلها تاخد لون واحد. وده بيبقى شكلها بعد ما فكت كويس جدا وبكت كمان شوية مية واستوت شوية. ممكن بقى نسيبها على كده طبعا لانها بتكمل سواها مع الجلاش، لكن انا بحب ان انا احط عليها شوية مية صغيرين، يعني تقريبا كده كيلو اللحمة هياخد كوباية مية او كمان اقل، تكون مية سخنة يعني علشان اتأكد ان اللحمة استوت كويس. هديها بقى تقليبة وهغطيها لحد ما تتشرب المية اللي انا حطيتها. وفي اقل من 5 دقايق اللحمه بتكون اتشربت الميه، هحط بقى عليها فلفل سبايسي، هو مطلعش سبايسي قوي يعني بس برضو بيديها طعم حلو. ونحط بقى البهارات للحمه بتاعتنا، هنحط معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ونص معلقه من الحبهان المطحون، وكمان نص معلقه من القرفه، ونص معلقه من السماق، ومعلقه صغيره تكون مليانه شويه كده من بهارات اللحمه. ونقلب بقى اللحمه المفرومه بتاعتنا، بجد الريحه اللي طالعه منها تحفه. مش ناقص لها بس الا شويه ملح كده صغيرين، وبعد كده نحشي بيها الجلاش. وكده بقت جاهزه معانا، يلا بقى نحشيها. ده الجلاش بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، الجلاش حلو وطازه، وكمان معايا زبده سيحتها وحطيت عليها شويه زيت. هقلب الزبده مع الزيت وهدهن بقى الصينيه بتاعتي كويس.
وبنفس الطريقة اللي كلنا عارفينها هنجيب ورقة أو ورقتين من الجلاش، وما بين كل ورقتين هنغرقها بالزبدة. في ناس بيحطوا كل ورقة، لكن أنا بحب يعني كل ورقتين كده أو 3 ورقات كمان، ونزود الزبدة كويس علشان ده بيخلي الجلاش يطلع مورق معانا. ممكن تستخدمي زبدة أو سمنة عادي جدا، الاتنين مفيش فرق ما بينهم. ونفس الخطوات هنكررها لحد ما نعمل الطبقة الأولانية. أما بقى بالنسبة لسمك بتاع طبقات الجلاش، أنا بحب إن هو يكون سمكه متوسط، يعني ما تبقاش طبقاته كتيرة كده ويبقى تقيل، أو كمان تبقى الطبقات بتاعته قليلة ويبقى ناشف، يعني يبقى متوسط كده حلو قوي ويبقى خفيف كمان. وكده نكون خلصنا الطبقة الأولى، ونحشي بقى اللحمة المفرومة. وبالنسبة لطبقة اللحمة المفرومة تبقى متوسطة، يعني تبقى على قد نسبة الجلاش، ورق الجلاش يعني اللي احنا حاطينه، ما تبقاش كتيرة قوي ولا تبقى قليلة. نظبط بقى طبقة اللحمة المفرومة ونسويها كويس، وممكن كمان نحط معاها جبنة رومي مبشورة، بس أنا ما حبيتش أحط أي جبن في الحشوة. وبعد كده نحط باقي طبقات ورق الجلاش اللي معانا. وزي ما قلت لكم انا عايزه السمك بتاعها يبقى متوسط. وبالنسبه لورقه الجلاش، في على حسب النوع، في انواع بتبقى كميه ورق الجلاش فيها بيبقى كتير، ما بتحتاجش للصينيه واحده الا ورق جلاش واحده بس، يعني لفه جلاش واحده. وفي انواع تانية بتبقى ورق الجلاش فيها قليل، فبتحتاج انك تحطي 1.5 للصينيه. وبنفس الطريقه اللي عملناها في الطبقه الاولانيه، ما بين كل ورقتين 3 كده هندهن الزبده. سوينا الصينيه بتاعتنا بقى وبقت تمام التمام، يلا بقى بينا نقطعها قبل ما نسقيها باللبن. بعد كده هنجيب بيضاية، وممكن نزود بيضة تاني كمان،
لكن انا حابة احط بيضة واحدة. هربها بقى كده كويس جدا جدا جدا، وبعد كده هزود عليها اللبن. اما بقى بالنسبة لكمية اللبن فطبعا على حسب انت هتعملي صينية او صينيتين، تقريبا كده الصينية الواحدة بتاخد كوباية لبن. نحط بقى على خليط اللبن ده معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وشوية ملح صغيرين، ونص معلقة من البيكنج باودر. دي هتخلي الجلاش يبقى مورق معايا كده ومقرمش. نقلب بقى الخليط بتاعنا ده كويس جدا لحد ما البيكنج باودر يدوب كويس في اللبن. وكده صينيتين الجلاش بيكونوا جاهزين معانا. هدهن بقى وشهم ببواقي الزبدة، وبعد كده هسقيهم باللبن. انا بحب ان انا احط عليهم اللبن قبل ما ادخلهم الفرن خالص. ممكن ندخلهم في الفرن يعني 5 دقايق كده، وبعد كده نطلعهم ونسقيهم باللبن. لكن انا بحب الطريقة الاولانية، ان انا اشربهم باللبن كويس جدا، وبعد كده احطهم في الفرن يكون سخن. هحط بقى على وش صينية الجلاش بتاعتي دي رشة كده من الجبنة الرومي المبشورة، هتدي طعم حلو وكمان هتدي شكل حلو ليه. الفرن بتاعنا يكون سخن على درجة 180، ويلا بينا نحط صينية الجلاش في الرف اللي في النص. وده شكل الجلاش بتاعنا بعد ما خرجناه من الفرن وقطعناه. بجد شكله حلو جدا، ومش بس شكله ده كمان طعمه يجنن. شايفين مورق ازاي؟ وطري كده وفي نفس الوقت متحمر وعمره ما يتكسر معاكي. بجد حلو جدا. انا بحب الجلاش قوي مع حبة مخلل كده، بتبقى احلى اكلة. وفي رمضان طبعا مفيش غنى عن الجلاش، وخصوصا بقى في العزومات بتاعة رمضان. وفي نهاية الفيديو بتاعنا النهاردة، لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو القناة بتعجبكم تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس. وبس كده، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم.